السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وسعادة ان شاء الله. مع بعض النهاردة هنعمل محشي الكرنب، هنعمله من الالف للياء، وهنعمل كمان جنبيه فراخ. اكلة طبعا حلوة جدا كل الناس بتحبها. هنشوف مع بعض كمان عملنا الفراخ القمر دي ازاي. شكله شهي جدا يا جماعة، حلو قوي. ان شاء الله يعجبكم. نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. اول حاجة هيكون معانا كرنب. بنجيب الكرنبة بنبتدي ندورها زي ما انتم شايفين كده. في الوقت ده عندنا مية محطوطة على النار، بنحط فيها يا دوبك بس معلقة ملح صغيرة. بعد ما قفلناها فتحناها كده من النص، بندورها كده بالسكينة وبنطلع الراس اللي هي في النص ده. طبعا هنبتدي نفككها كده من بعضيها. لو حسيتي ان هي ماسكه معاكي قوي بتحطيها، بتبتدي تحطيها تدوريها في الحله السخنه، هتبتدي تفك معاكي بمنتهى السهوله. بعد ما فكيناها يعني بتحطيها بحله كده. لو بيكون عندك مثلا حله كبيره قوي حطاها، بتحطي كل الكرنبه فيها بالراس بتاعتها، يعني بوشها بالراس بالناحيه اللي احنا قطعنا منها الراس. وبعد كده ايه بنقلبها على الناحيه التانية، وبعد كده نبتدي نفكك ورقه ورقه بتشال معانا بمنتهى السهوله. لا اما لو اتفكت معاكي بايدها كده يعني من غير ما نحطها في الميه خالص مفيش اي مشاكل. ودلوقتي بقى ايه حطيناها اهو زي ما انتم شايفين، مفيش دقيقتين بكتيروا وتروحي شايلاها على طول. ما بتكملش كمان دقيقه، مش دقيقتين، بتحطي وتروحي شايلاها على طول. بالميه بتاعتنا بتبقى سخنه كده، وبنحط ورقتين ورقتين مثلا اهو. بنبتدي نرفعهم نحطهم في الميه على طول الساقعه، وننزل بدلهم. بنمسك بقى الورقه كده زي ما انتم شايفين، ونبتدي نشيل الراس بتاعتها وتقطعيها بقى الحجم اللي انت عايزاه. ممكن تقسمي الورقه على 4 لو بتحبي الصباع صغير شويه، وممكن تقسميها على 3. بنخلص بقى كل الكرنب بنفس الطريقه دي. بعد كده بنخش كده وانا شغاله برضو بنبتدي نعمل الايه التخديعه بتاعه المحشي. بنحط حوالي كده حوالي 4 معالق زيت كبار، وكمان معلقتين من الدهنه اللي عملناها مع بعض اللي هي حولناها لسمنه. ونبتدي نجيب بصل معانا كده حوالي 4 بصلات مثلا يعني، وتقطعيهم لا اما في الكبه او على ايدك. اهم حاجه تقطعيهم مكعبات صغيره. نرجع بقى للكرنب بتاعنا اهو، خلصناه وحطيناه على مصفى. بنبتدي نجيب برضو بولة تاني ونحطها مصفى عليها كده، ونبتدي نقطع على قد المحشية اللي انت بتعمليها يعني. وطبعا بتسيبيه يتصفى خالص، ولو عايزه تفرزنيه بتحطيه في كيس حب على قد يعني الاكله وتفرزنيه. نخش بقى على التالية نشوفها اهو. ما شاء الله البصل ابتدى يحمر معانا. دول معلقتين كده من هريسة الفلفل الاحمر بحب احطه معاها. في الوقت ده كده بحب احط حبة توابل كده بتدينا ريحة حلوة وبتتحمص كده مع مع البصلة. ممكن تحطي بقى معلقة بابريكا كبيرة، معلقة كمون، معلقة كزبرة، ودي برضو معلقة صغيرة خالص من الثوم. كل دي حاجات يا جماعة بتفحفح معانا المحشي وبتخلي ريحته جايبة اخر الدنيا. بنحط برضو معلقة كبيرة من البابريكا كده تحمر معانا برضو الصلصة. يبقى احنا واحنا واقفين كده بنشتغل في كل حاجة. سلقنا الكرنب، بعد كده على نار تانية بنبتدي نعمل التخديعة بتاعتنا اللي هي الصلصة بتاع المحشي.
عشان التوم بس كان متفرزن فبنفككه مع بعض. حطينا طبعا الزيت، ممكن تحطي زيت لو مش عايزه تحطي دهنه او سمنه. وبعد كده تحطي البصل، كميه بصل برضو حلوه. هتدبل معانا وتصفر زي ما شفتوا كده. بنحط بننزل عليها مثلا بحوالي كده معلقتين كبار من هريسه الفلفل الاحمر لو متوفره عندك، وكمان نحط معلقه صغيره من الثوم المفروم، وتحطي بقى معلقه بابريكا كبيره، وهنبتدي نقلب مع بعض كده. ممكن تحطي معلقه كمون برضو، معلقه كزبره، كل ده بتفحفح معانا الصلصه، بتخليها حلوه جدا. في الوقت ده معانا طبعا طماطم معصوره في الخلاط، بنبتدي ننزل بيها. طبعا انا بقى عامله كميه، مش كل ده طبعا هاخده للمحشي، بعمل كميه وبعد كده بحشيلها في الفريزر. بنخليها بقى كده لحد ما تتسبك معانا، نشوفها مع بعض. اتسبكت معانا بقى، معانا الخضره، معانا بقدونس، كزبره، شبت، بنقطعه طبعا وبنحط كله مع بعضه كده. كده خلصنا بقى المحشي. نخش بقى على الفراخ. هيكون معانا فراخ متبلينها يا جماعه. التتبيله معلش ما جاتش التتبيله. بصي بتحطي في الخلاط طماطميتين وبصلتين مثلا، ده حسب كميه برضو الفراخ معاكي، وبتحطي قرنين فلفل، نص كوبايه خل وليمونه، تعصري كل ده في الخلاط، والتوابل اللي تحبيها، توم باودر، كاري، كركم، بابريكا، شطه، ملح، وممكن تحطي معلقه كمان عسل اسود. بنضرب كل ده كله مع بعضه في الخلاط. بعد كده بنصفيه ونتبل فيه الفراخ دي لا يقل عن 3-4 ساعات، وممكن يعني يستحسن قبلها بيوم. في الوقت ده بقى انا بعمل بديها صدمه. يعني انا بصي انا بشويها كده كله من فوق. بجيب حله واحط فيها حوالي معلقتين من السمنه تسخن كويس جدا، وانزل بقطع الفراخ اللي هي اتثابت في التتبيله لا يقل عن 3-4 ساعات، او قبليها بيوم طبعا يستحسن. وتحطي برضو على التتبيله ملح وفلفل اسود. تتبيله يا جماعه هايله هايله والله، بتبقى في منتهى الجمال، بتطلع الفراخ بتاعتنا تحفه، بيبقى طعمها كده طعم المشاوي حلوه جدا. شايفين بدها صدمه كده من الجهتين. في الوقت ده بقى بيكون محضرين برضو صينيه كده. نبتدي زي ما انتم شايفين لونها بقى تحفه، نحطه برضو في الصينيه. انت ممكن تقولي لي انت ليه ما عملتهاش في الصينيه على طول؟ عشان الحله دي بتحمر قوي قوي زي ما انتم شايفين كده، فانا بحطها في الصينيه، برصها في صينيه بقى نضيفه خالص. وبعد كده الخليط اللي انت شايفاه ده هبتدي احطه بقى من عليها واغطيها واسيبها تستوي على البوتاجاز من فوق. بنخلص بقى كله زي ما انتم شايفين كده، ونبتدي ننزل بالخليط اللي هي كانت متبله فيه، ونغطيها بقى يا جماعه ونسيبها تستوي. بعد ما استوت يعني لو محتاجه وش على الشوايه اديها، مش محتاجه يبقى سيبيها، تبقى كده 10/10. يبقى كده خلصنا الفراخ بتاعتنا. نخش بقى على المحشي. هنجيب حله كده نحط في القاع طبعا العصيان بتاعت الكرنب، ممكن تحطي بقى بصل حلقات كده وطماطم، وحطينا الرز والخلطه بتاعته، وحطينا طبعا الكزبره والكمون، وظبطنا الدنيا كده، وهنبتدي نحشي مع بعض. كان عندي كام قرن فلفل كده ولادي بيحبوه، يعني حبيت ابقى احطه كده فوق الحله. لو وصلتوا معانا يا جماعه لحد هنا بقى يعني ما تنسوناش باللايك. اللايك ده اللي بيرفع الفيديو وبيخلي ناس كتيره تشوفه. هنبتدي كده زي ما انتم شايفين كده. بتجيبي الورقه تحطيها على ايدك، ده طبعا للبنات الصغيره اللي ما بتعرفش تعمل، فاحنا بنعلمها. تحطي فيها يا دوبك حبه رز صغيرين كده، وبعدين تلفيه وترصيه في الحله زي ما انتم شايفين كده. طبعا نخلص بقى كميه المحشي. خلصنا حله المحشي، شكلها يا جماعه تحفه. في الوقت ده فاض معاكي شويه رز مثلا، تجيبي ورقتين كده خضر لو كانوا فايضين معاكي تحطيهم على جنب، ودي عصايه برضو. وبعد كده نحط شويه الرز، مفيش اي مشاكل. وعندي كده ورقتين برضو من خضر كبار، بحب احطها على الوش كده عشان احط فوقيهم الطبق، عشان الطبق ده يا جماعه ما بيخليش المحشي كده يفك من بعضه، لا بيخليه يطلع كده الصابع بصابع، وبيبقى حلو جدا.
اهو حطيتهم، وهحط كمان عليها طبق زي ما انتم شايفين. ودي عندنا شوربه بقى كده نغطي يا دوبك، بص اقل من وش كمان المحشي. طبعا الفراخ بتاعتنا كده على النار بتستوي، نغطيه بقى ونسيبه مجرد ما يتشرب نهدي عليه النار خالص. كده تمام. نبتدي بقى في الوقت ده هنشيل بقى الطبق، وهنشيل كمان الورق الاخضر ده، ونشوف مع بعض بقى المحشي هيبقى مرصوص ازاي. شايفين تحفة جدا، حلوة اوي. خلصنا فراخنا، خلصنا المحشي بتاعنا، وصفات كده في منتهى الجمال. ان شاء الله تعجبكم كده وتجربوهم. ما تنسوناش بقى كده ايه بالاشتراك، تنوروني طبعا وتشرفوني في القناة. يلا مع بعض بقى نغرف. طبعا نهز المحشي كده بقى زي امهاتنا، ما بيحلاش غير بالهزة دي يا جماعة. وكمان نحط عليه الفراخ، طالعة معانا طعمة وتحفة جدا، وريحتها جايبة اخر الدنيا. ان شاء الله جربوا الوصفات دي كده وتعجبكم وتنال رضاكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم. شايفين المحشي يا جماعه طالع الواحده بواحده، ولا في حاجه فكه ولا اي حاجه، طالع معانا تحفه جدا. وصفتين في منتهى الجمال، ما فيش حد ما بيحبش ولا المحشي ولا الفراخ. يجعل بيكم كده يا رب فيه الخير كله، ودايما يا رب كده متجمعين في الخير وزايدين ومش ناقصين. بكده خلصنا وصفتنا. انتظروني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد. أسيبكم بخير وأشوفكم بخير، والسلام عليكم. دمتم في أمان الله ورعايته، مع ألف سلامة.